لله الامر من قبل ومن بعد. صراحه يعني يا جماعه والله العظيم احنا ما شفنا كده في حياتنا ابدا ابدا. اما حكم يصر انه يخسر الزمالك مصر. السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. بعد تعادل الزمالك قدام المقاولين امبارح الدنيا قامت وما قعدتش، وطلع علينا الكابتن طارق يحيى، كابتن خالد الغندور، والكابتن احمد حسام ميدو بتصريحات كده محتاجين نناقشها واحده واحده. طبعا مبدئيا الزمالك لعب مباراتين في الدوري، واحده ضد بيراميدز والثانيه ضد المقاولون، وتعادل في مباراتين، فده اللي مسخن الدنيا شويه. وغير كده ان الزمالك كان سيء جدا قدام المقاولون وما خلقش اي فرص غير الهدف اللي جابه وركله الجزاء اللي مشكوك في امرها، فما كانش فيه مبرر او حجه يقولوها غير ان هم يرموا فوطتهم على التحكيم. في اللقاء الاول رموا الفوطه وعملوا حجه ان اللعيبه بتاعتهم غايبه قدام بيراميدز، والمباراه الثانيه في التعادل قدام المقاولون في الدقائق الاخيره عملوا حجه التحكيم. فيلا نشوف هيقولوا ايه. لكن ما تنساش قبل ما نبدا الفيديو لايك وسبسكرايب، فاضل لنا شويه صغيرين قوي على 10000، وما تنساش قبل كل ده تصلي على النبي. ويلا بينا. لله الامر من قبل ومن بعد. صراحه يعني يا جماعه والله العظيم احنا ما شفنا كده في حياتنا ابدا ابدا. اما حكم يصر انه يخسر الزمالك مصر. ضربه جزاء يقول لك هاتها لي من بره ولا من جوه، ومش مقتنع انها ضربه جزاء اساسا، وبعدين يقول له هاتها لي من بره ولا من جوه، يجيبها له الراجل وهي ايده من جوه، يقول له لا انا مش مقتنع. انت بتطلع نفسك ان انت ما انتش فاهم في قانون الكوره اساسا. دي نمره واحد. نمره اتنين، هاتوا لي الكورنر يا جماعه اللي جه جول تعادل المقاولين. هاتوا الكورنر بس، شوفوا الكورنر ده حسب ازاي كورنر. المخرج ما عادش الكوره. طب هي جت جول وفي اعتراضات من لعيبه الزمالك. وفي كده في الدنيا يا جماعه؟ لا، هو مفيش كده في الدنيا يا كابتن طارق بصراحه، وحقك تعترض، اعترض على الحكم براحتك، بس كان المفروض تطلع تقول ان الزمالك قدم مباراه سيئه والحكم ما لغالوش جول. هو الحكم في كوره مشكوك في امرها، في حكام تحسبها وحكام لا، الموضوع سهل. لكن علشان الزمالك ما قدمش مباراه كويسه وما يستاهلش الفوز، انت لازم تقول كده وتلاقي شماعه تعلق عليها اخفاق المباراه. ضربه الجزاء لا وفي ما الدقيقه تحسبش، والدقيقه 98 والثمان دقايق ما فيهمش يا كابتن 51 ثانيه. ده حاسب الجون جه في الدقيقه 98 و51 ثانيه، يعني في دقيقه. ايوه. هل الثمان دقايق انا شايف ان هم يطلعوا دقيقه يا كابتن وقت ضايع؟ هل الثمان دقايق يطلعوا دقيقه يا كابتن؟ والله يا كابتن طارق الموضوع ده يرجع برضو للحكم. متهيألي ولا انا ولا انت معانا ساعه، متهيألي هو معاه ساعه وظابطها على الوقت ويعرف احسن مني ومنك، فبرضو شماعه تانية وتافهه انك تبرر بيها. ناهيك الزمالك عمل جيم كويس وهايل الشوط الثاني الحقيقه، وعملنا جيم كويس جدا. حتى البدلاء اللي نزلوا عملوا تغيير وعملوا طفره. هنتكلم مع الكباتن، بس يعني ما ينفعش يا جماعه، حرام ضيع مجهود فرقه، حرام حرام. نقول واقف في نص ملعبه طول ال 90 دقيقه ما بيعملش حاجه، ضيع مجهود فرقه وانت واقف في نص ملعب يا امين عمر. حرام عليك، اقسم بالله. هتنام ازاي النهارده؟ والله ما هتعرف تنام. كما تدين تدان. بيقول له حرام عليك يا كابتن امين عمر تضيع مجهود فرقه ومش عارف ازاي انت هتعرف تنام. سؤال حلو قوي، واللي احسن من كده مين هو اللي بيقول السؤال؟ كابتن طارق يحيى، اللي طلع في لقاء تلفزيوني قدام العالم كله وقال كنت بتغصب على حاجات من مرتضى منصور واطلع اقولها للجماهير، مش كل اللي كنت بقوله كان رايي، وكنت دايما بتغصب اقول ايه وما اقولش ايه. طب مش حرام عليك يا كابتن انت انك ضيعت فلوس النادي وانك قعدت تخبي على مرتضى؟ تهيألي دي اهم من نتيجه ماتش. مش حرام عليك يا كابتن الجماهير اللي انت كنت كل يوم بتنيمها منك كده، بتديهم احلام وهميه ان فريقهم هيبقى احسن وفريقهم كل يوم بيبقى اسوأ، وانت عارف الحقيقه؟ مين اللي حرام عليه؟ حكم ظلمك في ماتش، ولا انت اللي قعدت كذا سنه تكذب على الناس وتضلل وتقول كلام ومستحيل كنت تقول الحقيقه؟ مين اللي حرام عليه؟ خلينا نكمل. يا طارق الراجل يقول له اصل ده مش مقتنع ان ضربه جزاء من الاول. لا هو كمان جماعه في ايه يا جماعه؟ بس في حوالي 30 دقيقه كان مدي حوالي 5 لعيبه من الزمالك انذارات. وانا بحب، بص يا كابتن، انا امين عمر، يعني امين عمر بكلمك جد، معلش مع احترامي لحضرتك انا بقطع كلامك. امين عمر انا ما بحبش يحكم من الزمالك اي مباراه، فزلكه على الفاضي، بكلمكم بجد والله، فزلكه على الفاضي وحاجه يعني بصراحه تنرفز. الله يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني. والله يكون في عون الجماهير من الكلام اللي بيسمعوه منكم ده. كابتن عبد الحليم الراجل المحترم الكباره ده بيقول لك انا مستغرب جدا ازاي في نص ساعه يدي اكتر من 5 لعيبه انذارات. طب يا كابتن عبد الحليم
انت ما شفتش ان حاتم سكر في اول 30 دقيقه كان يستاهل الطرد، وان الزمالك الماتش كان هيتصعب عليه جدا لو اللاعب ده كان انطرد؟ ومع ذلك امين عمر ما طردوش واداله انذار بس. دي حاله انا ينفع اتكلم فيها لانها مش حاله جدليه، مفروغ منها، يستاهل كارت احمر. هل هو طرده؟ لا ما طردوش. فانا مش عارف الشماعات الغبيه اللي انتوا بتستندوا عليها دي هتفضلوا تستندوا عليها لحد امتى؟ تعال نشوف الكابتن خالد الغندور عنده شويه اراء مهمه محتاجين نسمعهم. مساء الخير على كل الناس اللي بتشوفني على صفحتي العامة يعني على الفيسبوك. الزمالك بيتعادل في الدقيقة 99 من كورة كورنر، هي مش كورنر، هي ضربة مرمى، بس الكابتن أمين عمر حسبها كورنر وما أنهاش اللقاء إلا بعد ما الكورنر يخلص، مع إن الوقت عدى، مع إن نفس الحكام يا جماعة كانوا في الهجمات المرتدة ما بيزودوش 3 ثواني في هجمات مرتده. فاكرين ماتش سيراميكا السنه اللي فاتت ولا مع الاهلي وبتاع، الثلاثه رايحين على المرمى الحكم صفر؟ وات ايفر، مش دي القصه. خطا من محمد صبحي بدل ما يطلع الكره بوكس، وات ايفر، الاخطاء وارده وكله تمام، لكن الكارثه بجد. لا ثواني يا كابتن خالد معلش، بعيدا عن ورده وبعيدا عن الاخطاء وبعيدا عن الكلام اللي انت قلته ده كله ما يشغلنيش. انا اللي يشغلني حاجه واحده بس، انت ليه بتجيب سيره الاهلي في الموضوع؟ هل الاهلي شريك في المباراه؟ هل امين عمر محسوب على الاهلي؟ ايه يا كابتن خالد؟ ليه بتحشر الاهلي في كل حاجه يا كابتن خالد؟ انت مش هتبطل العاده دي بقى؟ اللي حصل اللي احنا سمعناه النهارده في الفار، لان ما يكون حكم دولي وحكم كبير يكون واخد قراره انه ما يحسبش ضربه جزاء وما يكونش عنده قناعه ان الكره ضربه جزاء، ثم تجيله زاويه تانية فتقنعه فيقول لك اصلها 3/4 بره و3/4 جوه. ده حتى كمان سيبكم من قانون كرة القدم، سيبكم من القصة دي. طب يا ترى اللي اتلمس بالايد الربع اللي جوه يا كابتن امين ولا ال3/4 اللي بره؟ واحنا بنشوف الكورة ال3/4 بره الخط هو اللي ما اتلمس، والربع اللي جوه ال18 هو اللي اتلمس. طبيعي ما يكون في ربع جوه هو لامس من جوه 18، يعني لامس في الربع اللي جوه زي ما انت بتقول، وضربة جزاء 100%. والله بص، هو ده الكلام اللي الكابتن خالد قاله. لو انت فهمت حاجه يبقى اكتبها تحت في التعليقات. انا عن نفسي ما فهمتش غير ان الكابتن خالد الغندور كان شغال متهيألي في محل بقاله وعمال يوزن بقى ربع في نص في تمن، حاجات غريبه كده وكلام غريب بيقوله. وزي ما قلت في الاول انا مش هعلق على التحكيم، بس انا بعلق على طريقه شرحهم للشماعه وللمبررات الخايبه اللي طالعين يبرروا بيها تعادل الفريق في الدقائق الاخيره. فاتمنى يا كابتن خالد بعد كده ما تشتريش اربع، ابقى هات بالكيلو على طول عشان تريحنا، لان احنا مش فاهمين حاجه منك. فاكرين في كاس العالم في اليابان كسبت بهدف كل الكرة طلعت بره، بس محيط الكرة كان في جزء من محيط الكرة جوه، مع ان احنا كلنا شايفين ان الكرة بره. تخيلوا دي، اكتر من نص الكرة جوه، واتيفر يعني. يا دي النص والربع تاني. يا كابتن خالد انت بتشبه ايه بايه بس؟ بتشبه كاس عالم بماتش كحيان في الدوري المصري؟ يا عم ارحمنا والنبي من تشبيهاتك دي، ما تشبهش يا كابتن خالد، ما تجيبش دلائل بعد كده، اتكلم واحنا هنحاول نفهم. للاسف ده كان امين عمر النهارده اللي بقراراته تسبب في خساره نادي الزمالك. سيبكم من القصه دي كمان. حاتم سكر يستحق الطرد في الشوط الاولاني، تدخل عنيف جدا على مامادو نياس مش مفهوم، وتدخلاته في بعض الاحيان بتبقى غريبه وعجيبه، وكثير الانذارات. النهارده برضو علامات استفهام على تشكيل مستر اوزاريو. كلام فني كتير ممكن نتكلم فيه، ولكن الاهم وعلامه الاستفهام عند حكم اللقاء اللي مش فاهم يعني ايه قانون كرة قدم. الى اللقاء مع حكم اللقاء. انا ما بحبوش من فراغ، انا ما بحبش خالد الغندور من فراغ. قال لك الى اللقاء مع حكم اللقاء، قفشات ايه يعني من الاخر؟ عاوز بس اعلق على حاجه اخيره كده قبل ما نختم مع الكابتن خالد، واوضح نقطتين. النقطه الاولى ان هو اكد كلامي اللي قلته في اول الفيديو ان حاتم سكر كان المفروض ينطرد من اول المباراه، وطبعا ده كان هيصعب المباراه على الزمالك اكتر واكتر، وكان ممكن ما يتعادلش، كان ممكن يخسر. لكن خلينا على ارض الواقع، ده اكبر دليل ان الكلام اللي هم بيقولوه ده كلام مش منطقي
ومستحيل امين عمر يضحي بتاريخه علشان يعاند الزمالك او نازل موجه المباراه ضد الزمالك. وزي ما بقول لك اللي اكد كلامي واكد ان المباراه مش موجهه ان امين عمر نفسه ما طردش اللاعب في حاله يستاهل فيها الطرد، وخالد الغندور نفسه معترف ان هو يستاهل الطرد. تاني نقطه خالد الغندور عملها وهو قال لك المباراه فيها حاجات فنيه كتير لكن ما اتكلمش فيها. عارف ما اتكلمش فيها ليه؟ علشان هو مش طالع يقول الحقيقه، هو طالع يوجه الجمهور ضد الحكم ويلاقي مبرر للتعادل. المهم كفايه كده على خالد الغندور وعلى الكابتن طارق يحيى، وتعالى بقى للكابتن ميدو العالمي. الكابتن ميدو العالمي بقى له فتره كده مش مظبوط ومزاجه مش رايق وبيطلع يحلف كتير كذب ومش متزن الفتره الاخيره. فتعالى نشوف قال ايه. الحديث اللي حصل النهارده اللي اتذاع قدريا فاضح للتحكيم المصري والامين عمر بانه غير امين على اداره المباريات، لانه كان رايح لتقنيه الفيديو ضاربا بالقانون عرض الحائط، مش عايز يحسب حاجه للزمالك، لمست ايده ورفع ايديه كبر جسمه، الكره ضربه جزاء. فراح قايل له ايه؟ راح جايبها له محمد عادل، جابها له من زاويه تانية قوي اللي هي ايه تفضحه، اللي هو بيقول له لا اهو ضربه جزاء. فراح امين عمر قال له ايه؟ الطبيعي بقى خلي بالكم اي حكم تاني بعد ما يشوف اللقطه دي فيقول له طب وريهاني من بره ولا من جوه، طالما من جوه يبقى ايه؟ يروح حاسبها ضربه جزاء اللي هو القانون. فايه اللي حصل على فكره الحوار ده فاضح لنية بعض الحكام المصريين في التعمد في إيذاء الزمالك. قدامكم. فراح جايب له اللقطة دي. ارجع لي يا أستاذ ياسر بعد إذنك. عشان السوشيال ميديا بس. لا ارجع لي بعد إذنك. بص يا كابتن ميدو، مع احترامي الشديد لحضرتك والكلام الكتير اللي انت قلته ده ايا كان صح او غلط او انت مقتنع بيه او انا مش مقتنع بيه بعيدا عن وجهات النظر، انا حابب اوضح فكره صغيره قوي ممكن البعض ما ياخدش باله منها، وهي ان المخرج بتاع حضرتك في قناه حضرتك لما جه يعرض الحاله وانت شفتها على الشاشه قلت له لا ارجع لي علشان السوشيال ميديا. عارف انت قلت كده ليه يا كابتن ميدو؟ لان الكره باينه في الحاله دي ان هي من بره منطقه الجزاء، وان لمسه اليد دي تتحسب هاند بول عادي، فاول مباشر، لكن مش من جوه منطقه الجزاء. فعلشان السوشيال ميديا ما ياخدوش اللقطه ويبروزوها قلت له لا ارجع لي خليني اقول اللي عندي وسيبك من اللقطه. انا جاي محضر وعاوز عاوز ارمي الحمل وابروز المباراه دي واشيلها للحكم. فدي بس لقطه صغيره حبيت اوريها للجمهور. لان الموضوع ده مهم. امين عمر مش عايز يحسب ضربه الجزاء، اقسم بالله لو كانت الكره دي في حتى 2 يارده جوه ال 18 ما كانش برضه عايز يحسبها، هو نيته مش عايز يحسب ضربه الجزاء. النهارده انا مش هحسب حاجه للزمالك. بيقول لك اقسم بالله وبيشيل يمين ربنا ان الكره لو جوه ال 18 مش هيحسبها. معرفش هو ازاي قال كده وازاي بيدخل جوه نوايا الناس ويحلف عليها، يعني ازاي بيحكم بنوايا الناس ويحلف عليها بالصدق او بالكذب. كابتن ميدو يمين ربنا تقيل وما تشيلوش عشان ماتش او علشان حاجه ترفيهيه يا كابتن ميدو. محتاج ترتب اولوياتك يا كابتن ميدو شويه وتعرف ان يمين ربنا ده فوق قوي وما توصلوش غير في الشديد القوي، لكن في الحاجات التافهه دي الكوره والحاجات الترفيهيه ما ينفعش تحلف يا كابتن ميدو، وكمان مش عشان حاجه اكيده، ده حاجه بتحتمل الصدق والكذب، ونوايا الناس يا كابتن ميدو مالناش احنا كبشر ان احنا نتدخل فيها. حبيت بس اوضح لك النقطه دي لانك بقيت بتحلف كتير قوي ومحتاج تراجع نفسك. انا مش بقول لكم كده عشان زملكاوي، لكن انا بقول لكم ان في حكام للاسف تبقى رايحه تدير ماتشات الزمالك، لا مش هساعدك، لا مش هديك حاجه. اشمعنى الزمالك؟ ليه الزمالك؟ كابتن ميدو يا عالمي ما ينفعش تطلع تقول مش عاوز اساعدك ومش عاوز اديك حاجه. الحكم يا كابتن ميدو مش مطالب ان هو يساعد الزمالك او يساعد الاهلي او يساعد اي فريق، وما تطلبش منه انه يساعدك لان ده هو الظلم بعينه يا كابتن ميدو. ما تطلبش من الحكم يساعدك لانه مش من مسؤوليته انه يساعدك يا كابتن ميدو. تاني بقى احكي لكم التسلسل. الراجل رايح مش عايز يحسب، فمحمد عادل حكم الفار بيقول له الكوره، الراجل كبر جسمه والكوره ضربه جزاء، فقال له لا ده جسمه، ده طبيعي ان ايديه تعمل كده فتاخد ايديه لجوه، بيبرر لنفسه. فمحمد عادل قال له لا ده كبر جسمه والكوره فيها شك ضربه جزاء. فقال له طب راح جايبها له بقى من صوره ثانيه بيحرجه. محمد عادل حقاني عايز يحكم الصح، مالهاش علاقه بالزمالك ولا اهلي، بيقوم بدوره. هو بعيدا يا كابتن ميدو عن السيناريو والحكايه برضو اللي انت بتتدخل جوه نوايا الناس وبتحكيها لنا على انها حقيقه مطلقه
وطبعا انا وانت والدنيا كلها ما سمعتش غير الكلمتين اللي امين عمر قالهم لمحمد عادل، ان هو مش مقتنع بان هي ضربه جزاء لان هي بره الخط. انت ابتكرت من عندك روايه وعاوزنا نصدقها، وبتقول ان الكابتن امين قال والكابتن محمد رد عليه، والكابتن امين قال والكابتن محمد رد عليه، وفي النهايه قلت جمله كده ما ينفعش نعديها، ان الكابتن محمد عادل اللي كان قاعد على الفار حكم محترم وحكم حيادي وبيشوف شغله بكل حياديه. عاوز بس افكر حضرتك يا كابتن ميدو ان الحكم اللي انت بتستشهد بيه ده وبتقول ان هو حكم حقاني جدا وما عندوش احمر وابيض، في مباراه القمه المشهوره جدا بالفضيحه التحكيميه بتاعه الاحتواء كان الكابتن محمد عادل هو اللي بيحتوي المباراه، وطلع في الاعلام بعد المباراه قال لك انا احتويت الموقف. فاكرها يا كابتن ميدو ولا مش فاكرها؟ فاكرها. ومن بعدها كابتن محمد عادل بقى حكم فار وما بقاش حكم ساحه، لانه طلع واعترف على نفسه انه بيحتوي. فانا عارف يا كابتن ميدو، يا اما الحكام تحتويكم يا اما تطلعوا تزعقوا وتعيطوا وتقول احنا مظلومين. فامين عمر قال له ايه؟ قال له طب وريني بقى من جوه ولا من بره؟ فشافها لقاها من جوه. راح قايل له ايه؟ لا يا عادل انا مش مقتنع. لا انا مش مقتنع. وراح راجع قال لك الكرة اسقاط. لا يا كابتن امين، مش مقتنع دي لما اكون انا جايب عريس لبنتك. انت مش مقتنع بيه، ان هو مش مقتنع ان هو راجل كويس. انا جايب لك عريس كده لبنتك وانت مش مقتنع بيه. انما مش مقتنع دي في قانون الكوره عشان انت مش عايز. زي ما اتكلمت معاك كابتن ميدو على موضوع اليمين، لازم اتكلم معاك في النقطه دي، وانا جايبها مخصوص علشان اتكلم معاك فيها. كابتن ميدو مع احترامي الشديد لحضرتك وتربيتك وعقليتك، ما ينفعش يا كابتن ميدو تدخل في اي حوار ام حد او اخت حد او بنت حد وتستشهد بيه. ليه يا كابتن ميدو؟ لان دي مش من آداب الحوار. انت بتكلم راجل، كلمه ووجه له اللوم ووجه له الاتهامات، لكن تستشهد وتجيب اسم بنته او تجيب اسم عيلته، دي مش من آداب الحوار ومش من ادوات الرجوله يا كابتن ميدو. فانا ما اعرفش انت فاتح صدرك كده على ايه، وما اعرفش رد امين عمر على الكلام اللي انت بتقوله ده وانك تجيب سيره بنته في الموضوع هيعمل معاك ايه، لكن كل اللي اعرفه ان ده عيب وغلط يا كابتن ميدو، وخصوصا انك اسمك العالمي المفروض يعني واجهه اعلاميه، فما ينفعش يطلع منك الكلام ده. وعلشان نختم الفيديو ونختم مع الكابتن ميدو خالص، جايب لك كده فيديو بسيط يوضح لك الحاله اللي الكابتن ميدو فيها اليومين دول والاضطرابات اللي بيعيشها. من كام يوم طلع على قناه سعوديه والمذيع ساله سؤال وهو رد عليه. تعال نشوف المذيع قال له ايه وهو رد قال ايه. طيب هذا من السؤال في هاشتاج دورينا غير حسين عبد الغني، يقول سؤال الجميع: هل يستطيع الاتحاد بهذا التشكيل الحصول على بطولات وخاصة يحقق نتائج بكأس العالم للأندية؟ شوف كأس العالم للأندية هذه حالة خاصة، لأنه لا يعني أنا أقصد لأنه كل مباراة ولها ظروفها حتكون مختلفة. بالنسبة للدوري حيكون منافس الاتحاد ما فيها كلام. هم لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم واقعين في سكة الأهلي المصري. هتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه. والله العظيم اي حد بيلعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين اتوقف، المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عن خبره. الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قرآن ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله العظيم اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 2 لعيبه اهم لعيبه في الفرقه، الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه والثاني كذا. خلوا بالكم، انا بقول لكم بحذركم. عندي اكثر. الفيديو ده ضايقني جدا لاسباب. السبب الاول ان هو عمال يحلف بالله ويقسم بالله على حاجات خرافات، وبيقسم على اي حاجه، صح بقى غلط، هزار او جد، حقيقه او وهم، هو بيشيل يمين الله وخلاص. تاني حاجه انه بيتكلم عن فريق مصري في قناه سعوديه بالطريقه دي، وبيتهكم على النادي الاهلي العظيم بالطريقه الوضيعه دي. كابتن ميدو الفيديو مش مضحك خالص. كابتن ميدو كانوا المفروض المسؤولين في مصر يحاسبوك على اللقاء ده لو في عداله يعني. كابتن ميدو انت لو مصدق الخرافات اللي كان مرتضى منصور بيقولها والسحر والشعوذه والجون اللي مقفول والقفل اللي في الشبكه، يبقى انت ولا عالمي ولا نيله. واخيرا يا كابتن ميدو اتمنى تخفف العيار في الفتره الاخيره عشان تبقى متزن كده قدام الشاشه، لانك بقيت بتطلع كتير علشان بقى الموضوع باين قوي والموضوع مفضوح قوي انك بتطلع وانت مش متزن عقليا. اتمنى يا كابتن ميدو تخلي فيه وقت للجد ووقت للشرب. كفايه قوي لحد هنا. المهم طالما وصلت لحد هنا يبقى انت اهلاوي اصيل. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي رايك تحت في الكومنت. اشوفك في فيديو جديد. سلام.